اهلا بيكم. يعني انا بعمل الفيديوهات دي، انا لا انا مصلح اجتماعي ولا انا باحث سياسي ولا انا راجل يعني فاهم في الدنيا 100%. بس الفيديو ده بصراحة الدافع ليه ان انا معرفش، شايف في حاجة غلط حواليا بتحصل كده، وزي ما انا بكون متكتف مش عارف اعمل حاجة فبعمل الفيديو ده. قدامي حوالي 3 نماذج، صحاب قريبين ليا يعني، وبعدين يعني في سن الخمسينات بتاعنا ده، وفي بيوت هتتهدم يعني، والاسباب انا شايفها والله اعلم طبعا، بس ده يعني اللي بيوصلني او اللي بيتقال. انا شايفها حاجات هايفه، وشايف انها كانها قاسم مشترك يعني، كلها معرفش بقى، تصنف ازمه منتصف العمر، تصنف تصغير دماغ، تصنف ان احنا كبرنا فمبقيناش مستحملين، معرفش ايا كان. بس اسره وناس بقالهم مثلا 15 سنه عايشين مع بعض، وفي ساعات اولاد كبار يعني، لان في حد اكتر من كده، فليه وحرام يعني. وبعدين منهم حد انا استشفيت فيه ان هو مخلص للعلاقة يعني، بقاله فوق السنة في مشاكل وبيحاول. ولكن طب ما هي حتى لو أزمة منتصف عمر، طب ما ايه المطلوب؟ ما انا برضو يعني مش عايز اقول بقى راجل وست، بس انا كراجل ما انا عندي كرامة برضو يعني، هفضل مستحمل لامتى وهفضل ايه لامتى يعني؟ وفي السن ده بقى انا مش مع مدرسة بقى اقصر طريق لقلب الراجل معدته، ولا مش عارف عاملي جوزك زي ابنك والحاجات دي. ايا كانت المحصلة، هو اكيد اي انسان مذكر يعني في هذا السن محتاج حد يهتم بيه يعني. برضو معرفش، في علمة جديدة كده من اول بقى الهجر في الفراش او الامتناع عن الحقوق الشرعية ايا كانت الاسباب. انا برضو مش هجادج يعني ولا هحكم على حد، بس ما هو المحصلة ايه؟ يعني راجل كبير عنده 50 سنة متجوز، لما يحصل الامتناع ده مطلوب منه يعمل ايه؟ وراجل سوي، طب راجل ضعف، طب راجل، طب يعني ايه؟ ما هو يعني لازم برضو نخلي بالنا، ما هو اكيد لكل فعل رد فعل. وبرضو انا مش عايز احكم على حد. لما راجل في هذه السن يلاقي ان هو بقى مش مهمش، بس محدش بيهتم بيه، لا طلع لا نزل لا جه ولا حاجته ولا. ما بقولش ان زوجته تبقى خدامة يعني، بس في نفس الوقت ايه؟ طيب الناس اللي انفصلت يعني، ممكن اكتر من مرة بسمع ان مثلا اخر سنة كان باين قوي، وكان في حاجة كده ديتاتشد يعني، كل واحد في حتة كده ومع نفسه يعني. طب ما نلحق نفسنا في الحتة دي؟ ما عندناش احنا ليه الحتة بتاعت الاستشارات الزوجية؟ نروح لحد نفسي، نروح لناس كبار في العيلة، نحاول نفهم ايه اللي بيحصل. بس ارجوكم يعني، ارجوكم بلاش البيوت تتهدم بعد الوقت ده بالطريقة دي، وتحس ان مفيش حاجة يعني، حرام. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب الأيام المفترجة يعني، ويعودها علينا وعليكم الأيام بخير، يا رب أشوفكم بخير.